السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا أحبابي عاملين ايه؟ كل عام وحضراتكم بخير. النهاردة بقى هنتكلم عن الفنانة الجميلة منة شلبي، وايه اللي حصل لها في مطار القاهرة و... وهي ردت وقالت ايه وازاي خرجت ودفعت الكفالة وشوية حاجات كده عن حياتها. أولا الفنانة منة شلبي هي بنت الفنانة الراقصة زيزي مصطفى، وكانت خطيبة المخرج خالد يوسف، وفسخت الخطبة بعدها بشوية كتير. عملت طبعا العديد من الأفلام اللي احنا شاهدناها وكنا حبيناها في أفلامها، وهي دايما كنا شايفينها بطلة وبتعمل أدوار البطولة أمام الفنانين الكبار. المهم هي كانت في جولة فسحة أو عمل في الولايات المتحدة الأمريكية. المهم جت وفي مطار القاهرة فتشوا الحقائب بتاعتها كلها، ولكن الحقيبة الصغيرة اللي كانت في ايدها لما فتشوها وحطوها تحت جهاز اللي هو الكشف للمواد الممنوعة. طبعا انتوا فاهميني. فطبعا وجدوا في الشنطة بتاعتها شوية اكياس والبان وحاجات من دي بها مواد ممنوعة. طبعا ألقي القبض عليها وهي انهار تماما تماما، وطلبت المحاميين بتوعها. المهم واجهوها بالواقعة وقالت ان الحاجات دي مش بتاعتي. فطبعا لما قالت ان هي مش بتاعتي خرجوها بكفالة 50,000 جنيه لحين التحقيق في الموضوع ده، وحين ان هم هيحطوا المواد دي ويشوفوا فعلا ان هي كانت مواد ممنوعة ولا مواد عادية خالص او لبان عادي خالص للاستعمال الشخصي. طبعا المهن التمثيلية هم كانوا مطلعين محاميين من عندهم عشان يدافعوا عنها. وبعدين طبعا رئيس المهن التمثيلية قال لان هم في المطار جابوا اسمها وحاجات شخصية عنها وبياناتها الشخصية، وكانوا بيخوضوا يعني كانوا بيخوضوا في حياتها الشخصية. طبعا هم مدير المهن التمثيلية رفض الموضوع ده وقال ان دي فرد من النقابة وما ينفعش ان انتوا تهينوها بالطريقة ديت لغاية ما يثبت ان هي فعلا مدانة او غير مدانة، وان احنا هندافع عنها بكل كياننا لغايه ما نشوف التحقيقات هتودينا لفين. وفعلا تمت التحقيقات وهي خرجت من المطار بالكفاله اللي هي ال50,000 جنيه. وجري بقى الفحص للمواد اللي كانت معاها، ولسه الموضوع شغال. لسه ما بتوش في الحاجات اللي كانت معاها، ويا رب يا رب تطلع الحاجات اللي كانت معاها عادية خالص ما فيهاش اي مواد ممنوعة، لان احنا كلنا حبيناها وحبينا يعني حبيناها من وهي صغيرة كده وبتمثل. فنتمنى لها يا رب الخير بإذن الله. وأنا مش فاهمة اليومين دول يا جماعة ايه اللي حصل للفنانين اللي اتجوزت واتطلقت ودخلت المستشفى برضو بسبب مواد ممنوعة، واللي تعبت، اللي انا الموضوعات اللي انا قلت لكم عليها اللي هي الفنانة أنغام تعبت ودخلت في عمليات يعني الوسط الفني كله دلوقتي منهار. ربنا يعدي الايام ديت على خير ويخليكم ويديكم الف صحة. وكده يبقى انا خلصت الفيديو. ما تنسونيش من اللايك والشير وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وان شاء الله لما يحصل جديد في القضية انا لازم اوفيكم واقول لكم على اللي حصل بالظبط. والسلام عليكم ورحمة الله. دمتم في رعاية الله وامنه. مع الف سلامة يا حبايب قلبي.